أهلا بيكم. معاكم دكتورة غادة الخولي، أستاذ واستشاري الطب النفسي كلية الطب جامعة عين شمس. النهاردة هنتكلم عن موضوع لطيف جدا ومهم جدا في نفس الوقت. هو احنا بنتعامل ازاي مع الجنس في علاقتنا الزوجية؟ بناخده بشكل روتيني، بشكل يعني كده واجبي عن الواجب، زي ما نكون بنعمل حاجة غصب عنا أو بنعمل حاجة لازم تتعمل، ولا بناخده بشكل يقلل ضغوط الحياة ويخلينا نتعامل معاها بشكل أفضل وألطف وأريح؟ هو ربنا خلق الجنس في الجواز مش علشان يحملنا الهم، بالعكس. فهنا احنا هنشوف ممكن نعمل ايه او ممكن نفكر ازاي في الجنس علشان يبقى فسحة ما يبقاش حصة. احنا لما بنتجوز بنتحمل المسؤولية، وبتبقى الحياة عاملة زي المدرسة: التزام، شغل، ساقية، تنافس، توزيع أدوار، حصص 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 حصص. فين بقى لما تاخد أجازة كل صيف ولا كل فين وفين وتعرف حتى تاخدها وتفصل؟ علشان كده احنا لازم نتعامل مع الأجازة بتاعتنا اليومية اللي ربنا اداها لنا رخصة، ما نحولهاش لحصة فنفقد الأجازة اليومية بتاعتنا. طيب ايه الأجازة اليومية بتاعتنا دي؟ تعالوا نشوف. طيب قلنا بقى ان احنا لما نتجوز هنبقى مدرسة، والمدرسة مليانة حصص والتزام وواجبات وامتحانات وتنافس وسباق وشغلانة. بس في المدرسة كل يوم بيبقى عندك فسحة. أول ما الفسحة بتيجي العيال بتجري، وكل واحد بيتحرر من القيود، بيبقى ملوش كبير غير دماغه، بيعمل اللي هو عايزه، ما بيهموش قواعد المدرسة ولا بيهمه حد. هو بيبدأ يبقى نفسه، واحد عايز يجري، واحد عايز يلعب، واحد عايز ياكل، واحد عايز يخش الحمام، واحد واحد واحد. هنا بقى أنا زي ما صدقت أخلص الحصص وأجري على الفسحة، إحنا لازم نتعامل مع الجنس في الجواز على إنه هو الفسحة، هو الأجازة اليومية اللي ربنا جايبها لك عشان تفضي دماغك، مش عشان تدخل بيها بنفس القواعد وبنفس الجدية وبنفس الأدوار، وتبقى فيها مضطر تعمل حاجات أصلهم بيقولوا كده أو بيعملوا كده أو تعلمنا كده أو فهمنا كده أو تعودنا حتى على كده. لازم نغير اللي تعودنا عليه، لازم نجدد، لازم نقتل الروتين، لازم نفضي دماغنا، لازم نبقى احنا مش احنا. تمام؟ أول حاجة نعملها بقى عشان نخلي الجنس فسحة كلمتين مهمين جدا: خصوصية وتلقائية. يعني مفيش مقارنة، مفيش حاجة اسمها بيقولوا وبيعملوا وتعودنا وعرفنا. مفيش بقى فيها نفسنا، ما بنبصش لحد. انت في الفسحة بتقعد مع نفسك، بتبقى حد انت عايزه، مش مهم هم بيقولك ايه، مش مهم مين بيلعب كورة ومين بيلعب تنس ومين بيرقص، انت مالك؟ انت في نفسك، انت بتعمل خصوصية جدا لهذا الثنائي. بنعرف نفسنا ونتبادل الكلام ونتبادل الأدوار ونتبادل الفهم والبوح. تلقائية، دي فسحة ما فيهاش تحضير ونقعد نقول هنذاكر ايه ونحضر ايه، ويا ترى اللي هنحضره ده هيعجب المدرس ولا مش هيعجبه. الكلام ده مش موجود. كل واحد زي ما كلمتكم قبل كده في فيديو، أهم حاجة كل واحد يثير نفسه باستعمال الآخر أو باستخدام الآخر. يبقى أنا بفكر في نفسي وبستخدم الآخر عشان أوصل للي أنا عايزه. هنا الاتنين هينبسطوا، والاتنين هيبقوا نفسهم، والاتنين هيبقى خدوا وهات وادوا، وهيبقى في عطاء متبادل. يبقى احنا فيها خصوصية، بنعمل اللي في دماغنا، مش خصوصية بمعنى ان احنا قافلين الأوضة، خصوصية بمعنى خصوصية الفعل. يعني هنا كل واحد بيرتاح بالشكل اللي بيرتاح بيه، مفيش قواعد. والتلقائية يعني مفيش بقى يوم الخميس والتحضير والساعة معرفش كام والقميص ابو كرانيش يعني مش دي الحدوتة فيها نوع من انواع الاحساس باللحظة والتلقائية. هي فسحة، هي دي اللي المفروض تبقى في دماغنا. خدوا بالكم بقى، الفسحة دي مهمة.
يعني هل أنا في المدرسة بدي الطلبة الفسحة عشان يضيعوا وقت، ولا عشان الفسحة دي هتؤدي إن هم هيبقوا أفضل في بقية الحصص وهيقدروا يكملوا المشوار وهيتعرفوا على بعض ويبقى عندهم مهارات اجتماعية ومهارات بدنية وي 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 وي. نفس الكلام الجنس، انت لما بتعمله بهذا المنطلق او بهذه الفسحة، او تبقى واحد تاني، او تبقى نفسك من جوه، او تبقاش نفسك الشخصية. زي ما انا كنت بكلمكم في فيديو الشخصية، كل موقف في الحياة ليه شخصية. لازم كمان الجنس يبقى ليه شخصية، ولكن الشخصية دي بقى انت بتدور جواك قوي، بتجيب من اللي انت عمرك ما فكرت فيه ولا انت كنت يعني تحلم ان انت تعمله، لان ده حلال ومباح. وزي ما قلت لكم في الفسحة كل حاجة مباح. طب ده بيفيد طبعا، لانه احنا لا نمارس اي شيء بالشيء نفسه. بمعنى انا ما بحبش بكتالوج، وما بشتغلش بكتالوج بجوب بريسكريبشن، يعني هم بيدوني المهام الوظيفية بتاعتي، ولكن الشغل اللي بيشوفه الناس أو بيتعامل مع الجمهور هو شخصيتي اللي لبست هذه المهام. نفس الكلام في الجنس، انت شخصيتك بتلبس أعضائك التناسلية وليس العكس. احنا لا نمارس الجنس بالأعضاء التناسلية. الابروتش او طريقة التعامل او طريقة التقرب او طريقة الطلب او طريقة الانسجام هي دي اللي بتعمل العلاقة. الاعضاء التناسلية منفذة فقط. محدش بيقدر يتعامل مع العضو التناسلي على ان هو المسؤول عن العلاقة الجنسية، لا، انت وانت المسؤولين. وبالتالي انا لما هتعامل على انها فسحة، انا كمان هطلع من شخصيتي حاجات ما ينفعش اطلعها لا في شغلي ولا مع اهلي ولا قدام عيالي، ولا بطلع حاجات في شخصيتي مهم جدا جدا تطلع. ودي من ضمن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك رخصة، فلازم تستخدمها. ما ينفعش يبقى واحد بيشتغل مدير او ست بتشتغل نظرة فيعاملوا او يمارسوا الجنس بمدير ونظرة، مش هتنفع. يبقى هنا مهم قوي ان احنا التلقائية والخصوصية ومعرفة الشخصية دول يلبسوا بعض كده، فنطلع توب الشخصية المستخبي، ونبقى استفدنا هنا من الفسحة في مهارات جديدة مهمة جدا 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 لحياتنا ولاستقرارنا النفسي والجسدي. طيب، في حد هيقول لي ما بعرفش يا دكتورة ابقى حد غير، يعني ما بعرفش ابقى تلقائي، ما بعرفش اطلع اللي جوايا. التاني يساعدك، الطرف التاني يشجعك. مهم جدا لو في طرف متحفظ او طرف خجول زيادة عن اللزوم، طبعا الخجل في الحلال حرام، ولكن لو في هذا الطرف لازم نشجع بعض، ما ننتقدش بعض، ما نقولش على بعض، ما نتهمش بعض بالبرود، ما نبدأش نتريق على بعض ونقول ايه الهبل اللي بيحصل ده وايه الكلام اللي بيتقال ده وايه الطلبات العجيبة والغريبة دي. لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده. الحرام بين والحلال بين. معروف الحرام هو ايه؟ الاتيان من الدبر، ما عدا ذلك فهو حلال. فاذا هنا الفسحة دي، الرخصة دي لازم نتعامل معاها علشان العقد والكلاكيع كلها تخرج، وبالتالي يبقى الانسان بيتطور زي ما تقول كده ايه، بيعمل غسيل، بدل غسيل كلوي بيعمل غسيل نفسي يومي. ده رخصة من ربنا انك تغسل نفسك يوميا بذلك. طيب هو انا هقدر اعمل كده وانا مش عارفني؟ يعني البني ادم اللي هيعرف يتعامل مع الجنس على انه فسحة وعلى انه غسيل يومي لجسدك ولنفسك، ربنا سبحانه وتعالى بي 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 بيهدي هذا الجسد عشان ترقى النفس، بيهديها بشكل لائق وبشكل حلال وبشكل يعني موفور له الثقة والاستمرارية من خلال مؤسسة الجواز أو الزواج. فهنا أنا شخص مش عارف أعمل كده، شخص متحفظ، شخص مش عارف أتصرف، كل اللي بعمله روتيني بحت. لا، اعرف نفسك، اعرف نفسك، دلعها، حبها، افهمها، اسألها، اتكلم معاها، علشان لما تعرف كل الحاجات دي عنك هتقدر تطلبها وتقدر تعملها وتقدر تعلمها للطرف الآخر فيشاركك فيها، وبالتالي تبقى عبارة عن كبسولة سعادة. يعني تبقى دايما نقول ايه، دايما كده الجنس متعة الغلابة، يبقى كبسولة سعادة. فلازم انا ابقى عارفني وعارف طلباتي، زي ما تقول انت عارف هتاكل ايه، فلما اجي اقول لك تاكل ايه، بتحب ايه، وتقول لي واحد اتنين تلاتة فتريحني واريحك. يبقى نفس الكلام، الحاجات دي
في الناحية الجنسية مهم جدا أبقى عارفني وأبقى بحبني وأبقى طبطب عليا زي ما الصورة بتعمل كده بالظبط. ده مهم جدا 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 قبل ما أحكم على العلاقة الجنسية أو أقول إذا كانت سليمة ولا غير سليمة، ناقصة ولا كاملة. شايفين بقى الصورة دي؟ الولد البيبي ده بيمسك اللعبة ويتشنج، بس هو مبسوط من الإثارة اللي موجودة ومكمل. ده دايما استخدم هذا السلايد او هذه الصورة في دوراتي عن العلاقة الحميمة وعن الجنس. ليه؟ افرض حد مش قادر يتعامل مع الجنس على انه فسحة، لانه قرفان، لانه متعقد، لانه شايف ان هو مش حلو ومش مهم، اصل احنا خلفنا وخلاص، الكلام بقى اللي هو ممكن يكون افكار اوتوماتيكية في دماغ ناس كتير. افتكر الصورة دي، اتعامل معاه على انك انت بتعرفه لسه، بس هو حاجة، هو لعبة، هو لعبة، هو شيء كوميدي، هو شيء فاني، هو شيء مش انت مش بتولد، هي مش ولادة، واخد بالك؟ هي مش عملية جراحية، هي مش حقنة، مش أكل صحي، لا، هي مرح وكوميديا وعبط وجنان وهبل وبوح وحاجات كتير قوي مع بعض، بتبقى هي في الآخر بتوصلك إنك أنت شوية بشوية التشنيجة اللي بتحصل دي، أو العقدة اللي موجودة دي، أو الإحساس الغريب أو الغرابة اللي بتحصل لك دي بتفك بالوقت. فدايما تفتكروا الصورة دي، ان الصورة دي ما تخلينيش ابعد، ما تخلينيش اكره، ما تخلينيش استغرب، لا، تخليني اجرب وتخليني ابقى عندي اثارة ان انا اعرف اكتر عن نفسي وعن الفسحة اللي ربنا اداها لنا وشرعها لنا. لو انت في مدرسة وشفت طفل في الفسحة قاعد ملوش صوت، ما بيعملش اي حاجة، هادي جدا، حتى لو بياكل لوحده، تفتكر ده انت هتسيبه كده؟ يعني تفتكر ده خد فسحه، ده ارتاح؟ ده هتبقى انت مطمن كمدرس انك تدخله الحصه اللي ورا كده، اللي ورا الفسحه، وهو فاهم ودماغه يعني بدات تشحن؟ لا طبعا. يعني الجنس، هذه الفسحه الجسديه النفسيه اللي ربنا شرحها للناس، لابد ان يبقى فيها صوت، فيها جنان، فيها جرأة، فيها يعني نقول ايه، إثارة، فيها استهبال، فيها كل الحاجات اللي انت ممكن تشوفها في مجموعة قاعدة في الفسحة. دول العيال دول لما هيتهدوا في الفسحة كده هيجوا بعد كده نشيطين، تقدر تسأله، تقدر تطلعه على السبورة، تقدر. لكن لو واحد قاعد في مكانه في نفس الدرج اللي قاعد فيه في الفصل، وبعدين الفسحة خلصت وهو برضه مكمل، مستحيل. يبقى لما الاقي انا العلاقه الجنسيه دي لا فيها صوت، تسمع، ترمي الابره تسمع، ما تسمعش صوت زي ما بيقولوا، ما فيش اي نوع من انواع التجديد ولا الجنان ولا، تفتكري دي عملت الفسحه؟ تفتكر ده عملت الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزك تحصل لها على مستوى الجسد وعلى مستوى النفس؟ طبعا مستحيل. يبقى انت هتطلع منها مكتئب، قرفان، تعبان، بتنهج، يعني حد يكون محبط، في ستات بتعيط. يعني اذا القصه هنا هتبقى حاجه، يعني هنحاسبن بقى، مش هتبقى حاجه فرح خالص. يبقى هنا لازم نستخدم الجرأة، لازم يبقى في نوع من انواع الاستهبال في هذا الموضوع، علشان تبقى خرجت انت من يعني العباية اللي انت عايش بيها طول اليوم. طبعا الكوميديا مهمة جدا، الكوميديا مهمة في الحب. يعني ياما سمعنا ناس أصله بيضحكني، أصله دمه خفيف، أصل ضحكتها حلوة، أصل أنا أول ما شفتها مش عارفة، قعدنا نتكلم ونضحك ومش عارفة نقفش على بعض وبتاع، وما كانتش بتزعل وكانت بتهزر معايا وكده فحبيتها. إذا الاستلطاف بالكوميدي ده شيء لطيف. الكوميديا في الجنس حلو جدا، وفي لعب حتى اللي ما عندوش هذه اللعب، ورق شوية ورق كده زي الأحكام والحاجات اللي بيعملوها في البرامج، بس هتبقى طبعا فيها نوع من أنواع الخصوصية والجرأة أكتر، ونلعب هذه اللعبة. ده هتخلي برضو في نوع من أنواع الإيه، الاستعباط كده والهبل، ومحدش يزعل بقى وينفسن ونبدأ بقى إيه، نحط معاني للكلام، وخصوصا البنات، لأنه الولد بيبقى يعني قطر كده حافظ مش فاهم، فبتبقى الحاجات سمع حاجه بتاع مش عارفه ايه ويقوم قايلها. طبعا البنت ممكن تقول ده قصده مش عارفه ايه، قصده بيقارني بمين، قصده مش عارفه لما قلت له ايه افتكر ايه.
لا لا، هو ابسط من كده بكتير. فناخدها بالكوميديا ونبدأ مع بعض بالراحة، علشان ما يبقاش في نوع من أنواع يعني التنمر في الأول، ولكن الضحك حلو والفان حلو، وإن احنا يبقى فيه زي ما قلنا إيه كوميديا ومرح. ده شيء مهم جدا 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 في إتمام العلاقة الجنسية كما يراها وكما أرادها الله سبحانه وتعالى. إذا عشان نلخص بقى اللي قلناه، هو احنا لازم نتعامل مع الحياة الزوجية على إنها فيها أمور كتير جدية، فيها التزام زي ما قلت، وفيها مسؤولية، وفيها يعني سعي وجري وحملان هم ومصالح ومقاصد وأشياء كتير قوي. ولكن لوحدها كده مستحيلة. لازم لازم نخلي العيلة بتاعتنا فكاهية مرحة. أكتر حاجة تسمح لك بهذا المرح وهذه الفسحة هي الجنس. الجنس لما هتعمله بالشكل اللي انا بقول عليه ده، اللي هو مرح جنان استهبال، هتخشوا على انه فسحه، هتقتل الجمله اللي انت متربي عليها اللي هي الجنس عيب. لا، الجنس مش عيب، الجنس حرام. اذا اول ما بيبقى اتجوز بيبقى حلال. كلمه عيب دي كلمه بتخليه طول الوقت موجود، حتى لو انت اتجوزت برضه بيبقى عيب. فبتلاقي نفسك بتكتف، بتلاقي نفسك متحفظ، بتلاقي نفسك مش عارف تبقى حاجة تانية غير اللي قدامك متوقعها منك. خايف يحكم عليك، خايف يقول عليك انك انت اتجننت، اتهبلت، مش عارفة سمعت من مين، لفيت فين. لا، والبني آدم خياله واسع، ولو ساب نفسه خيال الفسحة دي بس. أنا مش عايزة أكتر من كده، إن أنتوا تتخيلوا إنها فسحة، وإنك أنت شوف بقى عايز تلعب إيه في الفسحة وتعمل إيه في الفسحة. طيب أنت بتقعد في الفسحة ساكت طول عمرك، في المدرسة كنت قاعد ساكت، لا اعرف كده إنك أنت لا جسمك ولا عقلك بيتشحنوا. أنت كده بتستهلك بطاريتك، ومش ممكن هتكمل بالشكل ده. فابدأ بقى شجع الطرف الآخر يشجع، نبدأ ندخل كده بالراحة شوية كوميديا، شوية فضفضة، شوية كلام، شوية لعب، شوية جرأة، علشان نقدر فعلا نشحن ونقدر فعلا نستفاد من الفسحة في اليوم الدراسي اللي هو الزواجي، اللي هو يعني نقول ايه الالتزام اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه علينا. يا رب نبقى استفدنا، واشوفكم ان شاء الله قريب في فيديو تاني.